أوف يا إلهي، عشت فقير ومن عائلة فقيرة، وأهلي خسروا دم قلوبهم حتى كملت دراسة وتخرجت. لا شفت تعيين، لا شفت فرج. عمري صار 30 سنة بدون زواج وبدون عمل، وجيبي ما بي ربع دينار، واللي بقد صار عندهم أطفال وبيوت. المن باقي بهيك بلد. يا إله، لو أنتحر لو أطلع من عنده. شنو وجودي بدون كرامة وبدون حياة إنسانية؟ أعيش حالي حال الناس يا إلهي، والله مليان يا إلهي. أوف يا إلهي. دخيلك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما لي أراك باكيا يا عيني، ولدي قد تعودت مشاهدتك وأنت تسقى الزائرين ماء في بريق. أيام عاشور، فإذا أنت غدوت سأفتقدك وأفتقد ذلك الماء. واعلم أنك لو عرجت إلى السماوات السبع وهبطت إلى الأرضين السبع فلن تجد مثلي ناصرا. السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله يا حسين. يا أبا عبد الله يا حسين. يا حسين يا أبا عبد الله. أنا الموصل اللي انسلبت وحرروها، شلون عوفه يطلع؟ أنا العاصمة بغداد، شلون أخليه يطلع؟ أنا البصرة اللي جاي يجزئون بيه، شلون أخليه يطلع؟ مو احنا اللي نعوفك. شلون تريد تطلع؟ والبصرة تجزئت، خذوا خور عبد الله وهسه دخلوا القصر، شلون تريد تطلع؟ شلون تريد تطلع وتعوف الموصل وانتم اللي حررتوها وانتم اللي راح تبنونها؟ شلون تريد تطلع وتعوف العاصمة بغداد، تعوف العاصمة الأمان والسلام؟ مو أنا اللي راح أطلع، أنتم كمحافظات جاي تحاجوني. قبلكم إجا الإمام الحسين عليه السلام وحاجاني، فلهذا السبب
لخدمة أبا عبد الله الحسين ما أقدر أطلع من العراق. خذيت عهد على نفسي ما راح أطلع من العراق. وإذا أنتم بالنسبة لكم العراق، أنا بالنسبة للعراق هذا، شوفه، هذا العراق، هذا العراق بقلبي، شوفوا، هذا العراق، فما أطلع من العراق لو على قصر رقبتي.